السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. وحشتوني جدا 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 ومليون جدا. ايه رأيكم تعالوا نشرب شوية النسكافيه دول؟ وخلوا بالكم النسكافيه ده مش مقاطعة، ده مصري جدا جدا. نعمل بقى كوباية النسكافيه ديت. وعايزاكم في موضوع مهم النهاردة، عندنا ريفيو عن المكنسة. كذا حد كلمني وقال لي انا عايزه اشتري مكنسه جديده، طب اشتري نوع ايه احسن نوع؟ فقررت ان انا استجمع كل قوتي واعمل لكم ريفيو عن المكنسه بتاعتي الجديده. هي بقى لها سنه عندي. فتعالوا معايا نعمل كوبايه النسكافيه ونطلع بره كده المطبخ وايه نعمل، نشوف المكنسه، نشوف امكانياتها وايه الحلو فيها، وتقولوا لي ايه رايكم. ما تنسوش بقى التعليقات، قولوا لي تعليقاتكم ايه، انواع المكانس بتاعتكم ايه، وتجاربكم معاها ايه. ولو حد فيه اي سؤال فاتني في الشرح اسالوني وانا هجاوب على طول. ويلا بينا يلا بينا. ادي شكل المكنسه اهو من جميع الزوايا، ويلا بقى ايه نشرحها مع بعض. يلا بقى ايه هوريكم المكنسة زي ما طلبتوا مني، ماشي؟ عشان الصوت قولوا لي بقى الصوت كده حلو ولا لا. تمام. اول حاجة هي ايه نوعها؟ كينوود اهي مكتوبة تحت اهي كينوود، تمام. و 2200 واط، دي طبعا قوة شفط رهيبة، يعني ما حصلتش. بتشفط بصي بتكلبش لما باجي اعملها، بعمل بيها السجاجيد والسيراميك وكده، بتكلبش في الحاجة. هنا بصي دي باجلس مش كيس، ودي انضف حاجة واحسن حاجة. طب انا ايه اللي يخليني اجيبها كده ما اجيبهاش بكيس زي الحاجات القديمة؟ انا كانت عندي اللي هي بكيس ديت. لحظة ما باجي ان انا افك الكيس علشان انضفه، طبعا بيعمل عفر كتير، تراب كتير، فبلاقي نفسي طبعا ايه بقى الحساسية بتقوم عليا بشكل رهيب. دي طبعا غير كده، دي بتفكيها كده اول ما بتتملي، تروحي دايسة عليها كده، ماشي، وتروحي مفضية. بصوا يعني التراب بيبقى متحول. انا مرضتش اغسلها قبل لما اوريها لكم علشان تشوفوا المنظر بيبقى عامل ازاي. الترابه بصوا بتبقى عامله ازاي، بتبقى مجرد ترابه كده بس. فانتي اول ما بتفضيها خلاص بتقفليها تاني وتروحي مركبيها، تركبيها تاني كده. ولازم تسمعي صوت التكه اللي حصلت دي كده، بصي كده كده اهو صوت التكه زي ما بيقولك امان. ف بتاخديها تنضفيها وتغسليها وخلاص على كده. هنا بقى في فلتر، بصي ده فلتر كل فترة كده لما بيتوسخ، يعني بصي هو هنا متوسخ اهو، المفروض اخده وافكه وابتدي ايه اغسله واروح مركباه تاني ويبقى نضيف، ماشي. وهي كلها على بعضها الجزئيه دي كده ممكن تتغسل عادي، يعني انتي بتغسلي الفلتر اللي وريتهولك ده، ولما بتفتحيها من هنا كل الجزء ده ممكن تحطيه وتغسليه بالميه عادي واي ديتول اي حاجه، ماشي. وسهله بقى في التركيب خالص. انتي بس ما تشغليهاش وهي فيها ميه، اول ما تلاقيها نشفت لتاني يوم، يعني انتي خلاص نضفتي وفضيتيها ونضفتيها وغسلتيها كده، روحي ايه سايباها لحد لما تنشف معاكي وتستعمليها بعد كده عادي خالص، ماشي. بصي قوة الشفط بتاعتها، بصي طبعا انتي بكتيريا، مضادة للبكتيريا،
لو انت عندك هنا البيت كير، يعني لو عندك اي حيوان اليف مثلا قطة كلب اي حاجة، دي آمنة كمان عليه، هتشفط الشعر بتاع الحيوانات عندك. وكمان حتة ان انت وانت بتنضفيها مش هتعمل اتربة وتقلب لك ريحة الجو. عايزة اقولك انتي بكتيريا دي كمان بتخليكي، المكانس القديمة كانت دايما بتعمل ريحة مش حلوة لما بتيجي تشغلي. ف دي لا بالعكس، ما بتعملش اي روايح وحشة. هي بتيجي كده. عندك المقبض ده بقى، تعالي اما اقولك على المقبض. طبعا المقبض هنا هو تستانلس. هنا بصي الزرار ده بتدوسي عليه كده ماشي. بصي بتدخل في بعضها ازاي، هو بس عايز ايد جامده شويه ماشي. اهيت، استني بقى لما اعكسها كده علشان تبقى سهله. بصي اهي، انتي بتدوسي عليه لتحت كده اهو، او بتفرديه وبيجي معاه القطعه بتاعه الارضيات او السجاجيد. وهنا طبعا لو مش عايزه الفرشه او عايزه الفرشه، هنا بصي اول ما رجعتها لورا كده الفرشه الشعر بتاعها من هنا اهوت ماشي. وما تيجي تعكسيها الشعر بتاعها دخل عشان السيراميك والسجاد. وبيجي معاها بقى قطعه صغيره كده بتاعت المجرى بتاعت الالوميتال. بصراحة هي لذيذة وجميلة. يمكن الحاجة الوحيدة اللي ما عجبتنيش ان الدراع قصير، يعتبر قصير، يعني مهما بحاول ان انا اخليه يبقى طويل لا هو قصير ماشي. بس يعني مع الوقت هتتعودي عليه. انا شايفة ان هي عملية وجميلة وسهلة واستخدامها سهل. بقالي سنة مرضتش اصلا اعمل لكم ريفيو عنها خالص الا لما يعدي فتره طويله. وهي بصراحه بقالها اكتر من سنه، بقالها سنه دلوقتي معايا. جميله وبتساعدني في كل حاجه، سهله الغسيل سهله التنظيف. كان عندي مشكله في المكنسه القديمه بتاعتي ان ما بعرفش انضفها كويس. الكيس مهما بنضفه وما بينضفش، وبرده كل ما بشغلها بتعمل ريحه مش حلوه وبتتعب لي صدري ومراخيري لا دي انضف واحسن. ولو رجع بيا الوقت هجيبها برضو، هطلبها. يا رب اكون فدتكم وقلت لكم يعني احسن حاجه ايه فيها، وقلت كل حاجه تخصها. على فكره هي برضو فيها فلتر من ورا، نسيت اقول لكم. بصوا هنا ده فلتر تاني ماشي، بيتخلع برضو كده وممكن ايه تغسليه. انا عشان ما فكتهوش ولا مره فهو ناشف شويه، بس هو ده فلتر تاني برضو فيها اهو. هنا بقى طبعا لو انت حابه ان انت تركبي المقبض هتركبيه بالشكل ده. بصي خلاص انتي بتركنيها تحطيها كده خلاص، هي كده ثبتت معاكي. شكلها جميل وراقي وتستاهل سعرها. انا من سنة كنت جايباها، كانت عاملة حوالي، معلش بقى ايديا بانت في الكاميرا شوية انا بقى لها سنة عندي. كانت طلبتها من رنين، جابوها لي خلال اسبوع. كانت عاملة حوالي 6000 جنيه. بصراحة احسن 6000 جنيه دفعتهم، لان فعلا هي مريحة وكفاءتها عالية وقوة الشفط بتاعتها عالية. كذا حد سألني عليها في الفترة الأخيرة، وعشان ده اللي حمسني ان انا اعمل لكم ريفيو عليها وكده. يا رب يكون عجبكم. ما تنسيش بقى اللايك والشير، ما تنسيش التعليقات الحلوة، وقولوا لي ايه رأيكم فيها، هل فدتكم ولا لا.
واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله على خير، واروح اشرب كوبايه النسكافيه بتاعتي اللي انا سايباها وزمانها بردت، بس عشان خاطر عيونكم. يلا ومع الف سلامه.